صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم بقى النهارده فيديو جديد من نوعه. انا في الغالب ما بصورش وانا في الشارع، او مش بعرف ان انا اصور كل مره لما اكون في الشارع وكده. بس النهارده الفيديو حبيت ان انا اشارككم فيه مقتطفات كده من سوق العبور. رحت بقى عشان اشوف الفراوله والبرتقال والحاجات اللي انا هفرزها كده عشان خاطر شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين. فقلت بقى اخدكم معايا كده جوله. كده كنا داخلين من اول السوق. اول حاجه دخلنا عليها اللي هي الفاكهه. انا عندي في رمضان الفراوله والبرتقال حاجه اساسيه على الفطار. من اكتر العصاير اللي بحبها بالذات الفراوله والبرتقال، هم دول اللي ما بقدرش ان انا استغنى عنهم. صوبيا، تمر، الكلام ده كله، كل الحاجات دي بتاعت شهر رمضان. بس انا بحب بصراحه البرتقال والفراوله. وبحس فيهم غذا كده وبيبقوا حلوين كده على الفطار، بيرطبوا على قلبنا. فقلت اما انزل بقى نشوف كده الاسعار، لاني لقيت الفراوله عندي هنا في المكان اللي انا قاعده فيه ب 17 جنيه اللي هي النظيفه. انا في الغالب في حاجات كتير قوي ممكن افرزها بتكون لسه نازله. بحس ان هو ده الموسم بتاعها، بتبقى يعني الفراوله مش بعرف ان انا افرزها في الاخر لما بترخص. هتلاقي نفسك بتطلعي هدر فيها اكتر ما من اللي انتي خزنتيه عشان خاطر تجيبي سعر الكيلو اقل. هتطلعي كتير بايظ، هتطلعي كتير دبلان، هتطلعي كتير كده. فانا مش بحب كده خالص. بقول طالما هفرز تبقى الحاجه تكون حلوه. الفراوله دلوقتي عامله فرنج 17 جنيه. هناك في سوق العبور لقيتها اقل ب 13 وب 15 وفي كمان ب 11. فانا بالنسبه لي كده كان فرق السعر حلو وموفر ليا. وقلت برضو بالمره ان انا هنزل اشتري اكتر من حاجه. انت لو هتروحي على حاجه واحده بس، لا هاتيها من المكان اللي انت قاعده فيه احسن. هنا بقى انا وريتكم اول حاجه اللي هو البرتقال. القفصين اللي انا جبتهم دول الاتنين برتقال بلدي عادي، بس ده اسمه برتقال بلدي، والتاني اللي هو اوريهولكوا دلوقتي اسمه برتقال بلدي صيفي، اللي هو البرتقال اللي هو قشرته تخينه شويه، بيقعد عند بتاع العصير فتره يعني، بحيث ان هو ما يبصش. ده كان عامل اهو كل قفص 22 كيلو ونص. اشتريتهم بقى كده على طول. وهنطلع بقى على على سوق الخضار. انا كان لازمني البصل، واضطريت عشان اخد البصل بسعر كويس. البصل عندنا ب10 وب11 وب10 وربع، ب10 ونص. انا خدته ب7 جنيه وربع. ده طبعا سعر مش موجود ومش هلاقيه. فاضطريت ان انا اخد معاه بطاطس، وطلعت حلوه جدا برضه. هوريها لكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي عشان الوقت معايا ما كانش يسمح. طبعا انا لفيت كل سوق الخضار ده راحه جايه بحيث ان انا اخد احسن سعر. بصوا هنا انا اخدت شكاره هقسمها مع حد تاني يعني. فقلت لا، خلينا نجيب شكاره. انت طبعا لو هتاخدي كميه البصل عندك هيبوظ. فانا باخد نص شكاره وجارتي يعني هتاخد نص الشكاره التانية. اشتريت شكاره البصل واشتريت البطاطس. وبعد كده كنت خلصت بقى خلاص. كنت هدخل السوق اللي هو التاني اللي هو بتاع الخضار. اللي هو اللي مش جمله قوي. فعشان ادور على بسله وكده لقيت لا، ان كل اللي موجود شكاير. فطبعا انا الشكاير مش هحتاجها ومش هلاقي حد معايا يشيل كل الكميه دي. فبصراحه خلاص كنت انا كده خلصت وهخرج بقى من السوق. انا كده بقى خلاص كنت خارجه من السوق اهو. وبعد كده بقى قلت لا، طالما احنا كده كده في العبور هندخل كارفور اللي هو بتاع العبور، نبص بالمره على اسعار الزيت والسكر والكلام ده كله. احنا بنستهلك سكر جديد يعني كتير جدا في رمضان. فقلت بالمره خلينا نروح على سوق على كارفور اللي هو العبور ونشوف الدنيا هناك. الاجواء بقى طبعا شايفين الاجواء بصراحه تحفه، وكلها بتاعت رمضان، اجواء رمضانيه تحفه قوي. فبصراحه الموضوع كان حلو مبهج كده. اشتريت بقى حبة حاجات صغيرة اللي هي لوازم البيت. انا لسه ما نزلتش واشتريت اللي هي حاجة رمضان الاساسية عندي، ومش عايزة اشتريها دلوقتي، فاهمين؟ شفت بقى كام حاجه كده قلت خلاص خليني اشتريها. بس برضو لقيت اسعار الزيت والسكر هي فمرضتش ان انا اشتري من دلوقتي، لاني عارفه ان انا هخلص كل الكلام ده. اشتريت كام حاجه كده كانت من اللوازم اللي انا محتاجاها اليومين دول قبل رمضان كمان. فقلت خلاص خليني اشتريها. جبت فاصوليا، لوبيا، عدس. الحاجات دي جبت مثلا ب20 جنيه كاري. الحاجات اللي انا جبت كام ازازه عجبتني، كام كوبايه طقم كوبايات يعني عجبني ولقيتهم فرصه. وبعد كده رجعنا بقى عشان نشوف الفراوله عشان عمرها قصير. جينا بقى كده على المحل يعني عند جارتي، عن محل قصدي عند جارتي ده دراي كلين كده. فانا جيت قلت خلينا نفصل الحاجه، وبعد كده كل واحد بقى يحط حاجته في عربيته، ونعرف ان احنا نرجع كل واحد على بيته يعني. بصوا شكاره البصل هنا وريتها لكم، والشكاير اللي فوق بعضها دي البرتقال والبطاطس. وهنا بقى الفراوله كانت ما شاء الله عليها متنقيه بالواحده. والله العظيم كان سعر القفص 13 جنيه الكيلو. بصراحة شايفة سعرها مناسب وكانت حلوة جدا. وروحنا بقى على البيت كل واحد اخد كده آه آه
يعني اتنين اللي هو القفص الصغير البلاستيك ده، خدنا كل واحد 2.5، دول كانوا ما شاء الله 5، فاخدنا كل واحد 2.5. هنا بقى اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها من كارفور، مش كتيره بس والله العظيم قطعت فلوس كتيره جدا. جبت هنا عرض الباكيتات البيبسي دي، جبت كل واحده فيهم انا هاخد 3 وهي هتاخد 3، يعني جبنا كل 6، انا جبت 6 من دي و6 من دي وهنشكلهم مع بعض. انا مش بشرب بيبسي كتير في طبيعتي اصلا، مش بقدر ان انا اكمل كوبايه البيبسي كلها ده لوحدي كده، فانا قلت خليها مثلا بتبقى لضيوف او كده، لو ما عندكيش يعني لو مش عندك دلوقتي مش متوفر عصير او حاجه هتقدميها، دي هتبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت سريعه وسهله، خصوصا بقى مدرسين بتاع في وسط اليوم كده، فهنشرب هتبقى موجوده. مش لرمضان يعني، اكيد مش هتستنى لحد رمضان. دول 6 بيبسي و6 7. وكمان جبت بقى ايه قالب الزبده ده اللي هوريهولكوا دلوقتي، ده الزبده اللي هي النيوزيلندي، انا اخر مره جايبه 2 قالب اللي هي الفرن ب105 الواحد، فبصراحه قلت لا دي ب100 حاجه و40، 146 او 149 ونص، يعني 150. هي كيلو و80 جرام او كيلو و20 جرام حاجه زي كده. فبصراحة قلت طبعا بالنسبة لسعرها والسعر اللي هي الفيرن، لا طبعا دي احسن، ولقيت ناس كتير بتشكر فيها هناك، اسمها فيرست وان. انا لسه هجربها وقلت برضه انا هخليها عندي لاستخدامي، ولو مش لاستخدامي ممكن اعمل منها بسكوت، اعمل منها بيتيفور، اي حاجة من شغل العيد برضه هتنفع معايا. وجبت بقى الحاجات اللي انا واقفة عليها اللي هي ايه، الكاري ده جبت منه ب20 جنيه. كانت ناقص عندي في البهارات، لسه برضه هنزل اكمل البهارات بتاعتي بقى من عند اي عطار، بحيث ان هي تبقى بهارات رمضان يعني قبل رمضان. وجبت بقى اللوبيا دي، وجبت كمان الفاصوليا، كل كيس من دول عاملين 65 جنيه. وكمان ما كانش عندي عدس اصفر، فجبته كيس برضو بمعدل كده ايه كيلو وكسور. وبعد كده جبت كمان الذره الفشار برضو ما كانش عندي منها، رحت جايبه عشان خاطر الولاد كل شويه عايزين ذره فشار، فروحت جايبه كده ايه ذره فشار من عندهم اللي هي العطاره اللي هي بتاعت ابو عوف. انا جربت كذا مره منها، فبصراحه عجبتني. طبق الحلاوه ده ب 30 او بحاجه زي كده، فجبته عشان حلاوه بالشوكولاته، فابني بيحبها. وجبت كمان صوبية عمان، انا بحبها جدا في رمضان، فدي قلت هركنها ايه عندي ايه لحد رمضان. بحب طعمها جدا، وبامانه لو هتجيبي الازازه من بره هي ب90 جنيه او حاجه زي كده او بحاجه و80، فلو هتجيبيها من بره هتلاقيها اغلى. جبت الثلاث ازايز، الازايز دول شكلهم شيك قوي عجبوني، قلت بدل ما اعمل في شفشق ويجي مثلا باب التلاجة تتقفل تتفتح فبتروح واقعه من الشفشق او بتبهدل عندي التلاجة، قلت لا خلينا ايه اجيب 3 اشكال كده من الازايز، وبحيث ان انا هعمل كذا نوع عصير بس بكميات قليله، عشان ايه تبقى يعني يبقى كذا صنف يعني. بس. وكمان جبت طقمة المجات دول، كل طقم عامل 39 جنيه، فبصراحة سعره برضو حلو عجبني. لما باجي اجيب من هنا اي طقم مج او طقم شوب وكده بلاقي سعره حتى لو 30 او 35 جنيه، بلاقي فيه ان هو مش مظبوط، مش بيقف كويس، يعني فيه هزة كده، في تجريح في الازاز. ده لقيته كله نضيف، فجبت ال3 اشكال، ده واللي قبليه، وفي كمان الشكل اللي لسه جاي هوريهولكوا دلوقتي. كل طقم عامل 39 جنيه. فبصراحة انا بحب عامة اي حاجة بتاعت كارفور بحبها. جبتهم مش هفتحهم دلوقتي الا لما مثلا ايه الكوبايات اللي عندي تقل او حاجة تتكسر او كده، فهروح مطلعة ايه طقم يعني، مش هطلعهم كلهم في نفس الوقت. جينا بقى على الحوض بتاعنا هنا، كنت غاسله المواعين بتاعتي، كنت الحمد لله المطبخ بتاعي كان نظيف. فبصوا بقى انا كنت اليوم اللي هو بتاع كارفور ما قدرتش، جيت بالليل كنت عايزه اعمل الفراوله، ما قدرتش ابدا ان انا اعملها، فكنت يا دوبك شلت بس العرف بتاعها ده اللي من فوق الاخضر، وقلت تاني يوم هعملها ايه كلها. قعدنا كده عملنا ال5 اقفاص ما شاء الله، شلنا العرف الاخضر بس، وقلت بقى ايه على اساس ان انا هروح وكده اعمل اغسلها يعني واعبيها في اكياس. ما قدرتش خالص، كنت فاصله بقى طبعا كارفور وسوق العبور، الموضوع كان كبير. انا سهلته لكم قوي في الفيديو ده والله. فانما جيت بقى رحت قلت لا خلاص خلينا بقى ايه نبدا كده نعمل ايه نخلص الفراوله، عشان البرتقال برضو لما يقعد فتره كبيره عندي هيبوظ، فقلت لا خليني بقى ايه اخلص من الفراوله كده الاول واعبيها اغسلها. فيا دوبك شربت الشاي باللبن بتاعي، وقلت ايه خلينا نغسل الكام كوبايه، ما كانش عندي مواعين لاني كنت قبلها بيوم برضو الحمد لله سايبه المطبخ ايه نظيف. شطفت الحوض بتاعي بقى شطفه كويسه كده والمواعين، ونزلت كل الصابون، وهبدا بقى كنت حاطه الفراوله في شنط زي ما انتم شايفين. حسيتها دبلت سيكه صغيره بس والله العظيم كانت تحفه، يعني انا حاساها في الاقفاص دي متنقيه بالواحده. احنا بس عشان خاطر انا يعني كان عندي حب فضول ان انا اعرف، يعني احنا كنا جبنا كل قفصين، كان الكيلو في القفصين دول واقف
ب13 جنيه. انا قفصين وبرده جارتي قفصين. فانما في الاخر بقى جبنا قفص تاني كان الكيلو واقف فيه ب11 جنيه بس. فانا لقيتها من فوق الوش حلوه فحبيت ان انا اجرب. وعايزه اقول لكم فعلا ان مش كل حاجه اما تلاقوا البياع ماسك في قلب السعر قوي اعرفي فعلا ان حاجته نظيفه. لان انا بفضل اقول طب ما هي وما هي ما هناك اهي وانا شايفه شكلها. انما هتلاقوا كل اللي فيه مثلا حاجه بسيطه كده دبلانه اعرفوا ان ده من النص قفص التاني. وفعلا فرق السعر ال2 جنيه دول في فعلا فرق كبير قوي في الفراوله، في طعمها، في شكلها، في ان هي مسكره او مش مسكره. وفي منها صغير ودبلان على عكس القفصين اللي هم اغلى، اللي هم ال 13 اللي هو ب 13 جنيه في الكيلو دي. كل قفص هتلاقيه بقى مثلا ايه 10 12 11 كيلو 12 كيلو على حسب الوزن بتاعك. احنا بقينا نوزن ونعلم كل قفص نشوف بتاع مين عشان نبقى عارفين الحساب وما نتلخبطش ايه فيه. بدات بقى ان انا هنا اشطف. انا كنت الاصول هحط لها حبه خل بس بصراحه لقيتها هتتهري معايا فما رضيتش. شطفتها كويس وكل شنطه بقيت اشطفها مرتين ثلاثه على الحوض عشان خاطر اتاكد ان هي بقت كويسه. ما حطيتش ولا حبه ملح ولا حبه خل. جبت بقى اكياس التلاجة وبقيت احط زي ما انتم شايفين كده في المصافي. والله العظيم طعمها مسكر وجميله اموره وعجبتني جدا. وانا اساسا بحب الفراوله جدا كعصير. يعني انا ما باكلش، يعني انا معظم الفاكهه عندي بحبها كعصير ما بحبش اكلها. ممكن الفاكهه اللي اكلها هي الموز، انما اي حاجه تانية ممكن اللي هو اشربها عصاير. فبصراحه قلت لا، في رمضان مش هنقدر نستغنى عن الفراوله. انا السنه اللي فاتت كنت مخزنه حبه قليله، كنت حاسه ان انا متضايقه. يعني لما خلصت كنت حاسه ان انا متضايقه وفي حاجه ناقصه. وبصراحه دفعت فلوس كتير قوي عشان اجيب عصاير من بره. فقلت لا، خلينا بقى المره دي نعمل ايه على قد احتياجك وعلى قد استخدامك. احنا ما شاء الله 4 افراد، ده غير ان انا مثلا على طول عندي والدتي عندي اخواتي. فانا حاسه ان الكميه دي ما شاء الله يعني ايه هتبقى كويسه على قدنا. فانت برضه على حسب استخدامك ممكن تروحي تجيبي قفص اقل. مش عارفه بقى ينفع يعني بيبيعوا اقل او لا. كل حاجه كده بقيت اصفيها وقلت هعبي بقى كل الكميه دي معاكم واوريكم عملت ايه قد ايه ما شاء الله اكياس. اثناء بقى ما انا بحضر الاكياس وبعبيها كده، انا اي حاجه بحس ان هي طريه بروح شايلاها كده حاطه طبق تاني على جنب بروح حاطه فيه ايه اي حاجه طريه اعصرها معاكم. دلوقتي هي ما فيهاش اي حاجه بايظه الحمد لله، كلها حمرا زي ما انتم ما شايفين كده وكلها تحفه. فما فيهاش اي حاجه بايظه. انا بقى اي حاجه فيها طريه شويه ما بحطهاش في الاكياس بتاعتي لانها هتقعد فتره كبيره. فقلت لا، خلينا بقى ايه اللي طري احطه كده في قلب طبق جنبي نعصره في نفس الوقت ونشربه انا والولاد. بصوا كده ما شاء الله الكميه كانت الله اكبر عليها كلها حلوه. بصوا كانت طعمها تحفه والله العظيم مسكره وجميله. انا قلت بقى خلينا ايه ما نزلش كل التفريزات كلها مره واحده لاني بصراحه الموضوع يبقى متعب وهيتقطع مني حاجات كتيره قوي مش هوريها لكم. يعني انا كده كده كنت عايزه اوريكم وانا بشتري وكنت عايزه اوريكم كل حاجه على الطبيعه. دي الكميه بقى اللي فضلت معايا في الاخر اللي هي هتتعصر. فيا رب الفيديو بقى يكون عجبكم. هعملها عصير دلوقتي واقدمها بقى عشان كان عندي كده كده والدتي واختي. فقلت اعمل لهم بقى عصير فراوله كلها طلعت تحفه والكميه بتاعتي ما شاء الله كويسه. هوريكم بقى ان شاء الله لما اجي اعمل البرتقال وهخزنه ازاي.